السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب، ويامكم خير وهنا وسعادة وفرح. نقول صباح الفل كده يا حبايبي، وان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل صينيه مسقعه عاديه خالص. هنعمل ايه؟ هنقشر البدنجان، هنجيب البدنجان الرومي العروس بتاعنا الجميل دوت وهنقشره، وبعد كده نقطعه شرايح بالطريقه اللي نعجبها. ممكن نقسم الواحده نصين زي ما احنا شايفين كده ونعملها. لو حابين الواحده مدوره بالكامل بتاعها مفيش مشكله خالص، على حسب التقطيع اللي انت عايزاها. حتى لو عايزه تعمليها مكعبات صغيره برده مفيش اي مشكله خالص. دي اول خطوه احنا هنعملها. هنقطع البدنجان، هنرش عليه شويه ملح وهنسيبه شويه بحيث ان هو ينزل ميته. يا دي مصفى هي، بحيث ان هو ينزل ميته شويه، وبعد كده ان شاء الله نقليه في الزيت ونمشي معاكم خطوه بخطوه مع احلى مسقعه باذن الله. وان شاء الله يا جماعه تابعونا وتشوفوا مننا كل جديد. رجعنا لكم يا حبايبي عشان نقلي البدنجان بقى في الطاسه عشان نعمل احلى مسقعه زي ما احنا متفقين. بصوا يا حبايبي، هنا عندنا البدنجان اللي انا وريته لكم الصبح اهوت. سبته شويه طبعا، قشرته وحطيت عليه شويه ملح عشان ينزل ايه شويه ميه منه. بينزل ميه سمراء كده منه. بنسيبه من تقريبا ربع ساعه. وبعد كده اهو جبنا الطاسه فيها شويه زيت زي ما احنا متفقين. اول ما الزيت يبدا يسخن هنبتدي ننزل نقلي البدنجان فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى 2 شطه حراقين كده، حاجه ايه لزوم الجمال يعني. تمام يا حبايبي، اهو زي ما احنا شايفين كده. اول ما البدنجان يبدا يتحمر هنرجع لكم تاني ونوريكم هنعمل ايه. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين البدنجان بتاعنا بيتحمر اهوت. هنخلص الكميه كلها باذن الله ونبدا نطبق معاكم بقى صينيه المسقعه خطوه بخطوه باذن الله يا حبايبي. خليكم معانا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، دي الصينيه اللي احنا نعمل فيها المسقعه. هنحط فيها ايه معانا؟ ادي بصلايه مفرومه، وادي 3 فصوص توم. هنبدا نسمي الله وننزلهم كلهم. نقلب كده زي ما انتم شايفين. طبعا حاطين شويه زيت هنا في الصينيه، لان دي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها المسقعه. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده. لحد ما يصفر ونرجع لكم تاني. كده يا حبايبي البصله اصفرت زي ما احنا شايفين. هنبتدي هنا ناخد البدنجان بتاعنا ونبتدي نرصه في الصينيه. بصوا يا حبايبي، هنا رصينا كميه البدنجان اللي احنا عملناها في الصينيه اهو، بعد ما شوحنا البصل والثوم. تمام يا حبايبي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ معانا في الطبق ده ملح، فلفل، شويه كمون وشويه بهارات. تمام، هنعمل في دول ايه بقى؟ بصوا يا حبايبي معايا. بصوا يا حبايبي، دي كميه الصلصه اللي احنا هنحطها على المسقعه. هنعمل فيها ايه؟ هنجيب كميه البهارات بتاعتنا اللي احنا شفناها دي، الملح والفلفل والكمون والبهارات، وهندوبها فيها كلها وننزلها فين؟ على المسقعه. هنا يا حبايبي بصوا يا حبايبي زي ما احنا شايفين. ننزل بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ننزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نسمي الله وننزل الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده على المسقعه بتاعتنا. روايح يا جماعه بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، ريحه جميله 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 بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، اللي حابب يشغلوا على البوتاجاز على الشعله من فوق بنفس النظام كده مفيش مشكله. اللي عاوز يدخلها الفرن على طول برده مفيش مشكله يا حبايبي. انا هاخدها ادخلها الفرن على طول بحيث انها تتسبك جوه الفرن وتعمل وش جميل كده، وما اطلعها باذن الله اوريها لكم. خليكم معانا لاخر الفيديو. وبكده يا حبايبي طلعنا صينيه المسقعه من الفرن زي ما انتم شايفينها كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ريحتها تحفه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. وبكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.